السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله حلقة جديدة من حلقات نيوتن الشرق. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. يلا بينا على الحلقة. عبد الله بن مسعود هو أبو عبد الرحمن، صحابي جليل وأحد رواة الحديث وأحد المبشرين بالجنة، وصاحب عليه سيدنا محمد وسواكه، وأول من جهر بقراءة القرآن في مكة، وهو الذي قتل أبو جهل وقطع رأسه في غزوة بدر وقدمها للنبي محمد. وسوف نتحدث عن تفاصيل حياته في الحركة. نشأ عبد الله في مكة، وبالتحديد في الطائف، وهو ينتسب إلى بني سعد. استقر والده مسعود في مكة، حيث حالف عبد الله الحارث القرشي اللي زوجه من حفيدته. وكان عبد الله من أوائل السابقين للإسلام، فأسلم قبل أن يصبح دار الأرقم مقرا لتجمع أصحاب النبي. وقصة إسلامه كان بيحكيها، وهي إنه كان ذات مرة براع الغنم لعقبة ابن أبي معيط، ومر عليهم رسول الله وسيدنا أبو بكر، فقال: يا غلام، هل من لبن؟ قال عبد الله: نعم، ولكني مؤتمن على الماشية. مسح النبي على ضرع الشاة فامتلأ الضرع باللبن، فسقى منه سيدنا محمد ثم أبو بكر. ثم قال النبي للضرع: اكلس، يعني كل. فقل اللبن بالفعل. فقال له عبد الله: علمني من هذا القول. فمسح على رأسه وقال: إنك غلام معلم. ومنذ ذلك اليوم أسلم عبد الله كما أسلمت أمه. فكان عبد الله دائما في صحبة الرسول، وشاهد معه كل المشاهد مع رسول الله، وعانى من اضطهاد قريش للمسلمين، فاضطروا للهجرة للحبشة. ثم بعد كده عاد بعد سنوات لمكة، وبعدها هاجر للمدينة لما أذن النبي لأصحابه بالهجرة. وهناك في المدينة لازم عبد الله وأمه خدمة النبي. فكان عبد الله يلبس النبي عليه، ثم يمشي أمامه بالعصا، حتى إذا أتى سيدنا محمد بالمجلس نزع عليه وأدخلهما في ذراعه، وأعطى للنبي العصا. وكان عبد الله صاحب سواك رسول الله وطهوره، وكان يستر النبي إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام، ويؤنسه إذا مشى. إلى أن ظن أبو موسى الأشعري أن عبد الله ابن مسعود وأمه من أهل بيت النبي من قصر الدخول وخروجه عليه، وقد شهد كل المشاهد مع النبي، وقطع رأس أبو جهل في غزوة بدر، وهو من الذين ثبتوا مع النبي عندما تقهقر عنه أصحابه في غزوة أحد. فكان عبد الله قوي الإيمان، وقد ضحك ذات مرة الصحابة من رفع ساقيه، فبشره النبي وقال له: إنهما عند الله أثقل من جبل أحد في الميزان. وتلقى القرآن على يد رسول الله، حتى اختصه الرسول بأحد الأربعة البكائين من الصحابة، وكان أعلمهم بالقرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم بكل سورة نزلت إمتى ونزلت ليه ونزلت فين. ومع ذلك كان متواضع لعلمه، وكان صوته جيد جدا في القرآن، مثل دوي النحل في صلاته وقيامه بالليل. وكان من شدة بكائه وخشيته لله كان في على خدوده خطين سود. وكان هو أول من جهر بالقرآن في مكة، متحديا المشركين حتى انهالوا عليه بالضرب. وكان شجاع مقدام على الحق. وبعد وفاة النبي شارك ابن مسعود في الفتح الإسلامي للشام، وشهد معركة اليرموك، وبعدها اختار الإقامة في حمص، إلى أن جاء الخليفة عمر بن الخطاب وأمر بالانتقال للكوفة ليعلم أهلها أمور دينهم، ويساعد عمار بن ياسر أمير الكوفة الجديد. وقد استمر عبد الله بن مسعود مقيما في الكوفة مدة خلافة عمر، إلى أن عزله عثمان بن عفان وبعث إليه ليأمره بالعودة للمدينة. ولكن أهل الكوفة كان بيحبوه، ولكن عبد الله لم يحب أن تحدث فتنة إذا خالف أمر عثمان بن عفان، فعاد المدينة. وهو هناك مرض وتوفى سنة 32 هجريا، وعمره كان بيقال كان 64 سنة، وكفن في حلة ب200 درهم، ودفن البقيع ليلا عند قبر عثمان المزعون بعد أن صلى عليه الزبير بن عوام بحسب وصية ابن مسعود.
وبكده يكون حلقتنا النهارده انتهت، واللقاء في حلقه جديده قريبا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.